السلام عليكم يا أغلى أحباب وعائلة، ومرحبا بكم في فيديو جديد. ويقولكم ولدي عبد الصمد، مرحبا بكم تطواتي، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. أوجا اليوم نعطيلكم بعض الملابس الشتوية لسنة 2023 اللي جاتو هدية من عند خالته وجداته، ربي يحفظهم إن شاء الله. بالنسبة للأسعار ونوعية القماش راني كاتبت لكم كل المعلومات أسفل الفيديو. وكما راكم تشوفوا ما شاء الله تبارك الله راهو فرحان بزاف باللبسه نتاعو وعجب له الحال. اما بالنسبه هل نفعتني هذه الملابس؟ بالطبع كانت عمليه جدا جدا، يعني بالنسبه لغسيلها وبالنسبه لنوعيه القماش تدفيه في الشتاء ولا ما دفاتوش، يعني ما شاء الله. ننصح بها كل الامهات. هي عبارة عن بيجامات داخل المنزل، ننصح بها كل الأمهات يشتروها لأولادهم داخل المنزل. سعرها جد جد معقول، يعني في متناول الجميع، وكذلك بالنسبة للدفا وسهولة الغسل نتاعها. هنا برك اللبسة هذه النوار ما استعملتش تقريبا خلاص الفاست نتاعها أو الجاكيت نتاعها اللي بدون أكمام، تقريبا نستعملها لا هي، يعني كما درك راني نسجل في الفيديو ولدي راهو لابسها بدون الفاست داخل الدار. هذه اللبسة فقط اللي خليتها له للبرا بالنسبة للطبيب ولا كي نجي خارجة عندي طريق مع هذا البوني وهذا الصبيبيطة الحلوة كيما ولدي، ربي يحفظه ان شاء الله وما شاء الله وتبارك الله عليه. وفي الاخير نشكر مشتركيني القدم وجدد، شكرا يا احلى اخوات واحلى عائلة، شكرا جزيلا. بالنسبة للمشتركين اللي قدم على الدعم اللي قاعدين يدعموا فيا، وعلى المشتركين الجدد اللي داروا ثقتهم فيا واشتركوا في القناة، ان شاء الله نكون عند حسن الظن نتاعكم. والفيديو هذا راني نسجل فيه بطريقة عفوية، قررت انه الفيديوهات القادمة ان شاء الله راح تكون عفوية جدا من القلب للقلب ان شاء الله. وكما نقول لكم دايما مرحبا بكم في القناة إذا كنتم جدد، وإذا كنتم قدم شكرا جزيلا على المشاهدة. نتمنى أنكم استمتعتوا واستفدتوا، وما تنساوش تدعموني باللايك والاشتراك والتعليق الطيب إذا عندكم أي استفسارات وأي آراء، وكذلك إذا عندكم أي نقد بناء طيب بكلمات طيبة. علاه راني قاعدة نركز على كلمات طيبة؟ لأنه بعض التعليقات تسمحوا لي خارج نطاق التغطية تماما، أنه إنسان يدخل لك باش يعلق لك سواء ما عجبلوش الفيديو ولا عجبله، يعني بمعنى إذا عجبكم الفيديو تشجعوني في التعليقات، تقولوا لي رايكم في الفيديو بإعجاب في التعليقات. مثلا إذا ما عجبكمش الفيديو تخليوا لي نصائح تنصحوني باش نطور من روحي، باش نعدل الفيديو المرة الجاية، باش إذا كانت غلطة ما نعاودهاش. مثلا ولا نقول لكم راهي السبب كذا، على هذاك حطيت كيما كذا. إذا عندكم أي استفسار نرد عليكم، إذا عندكم أي آراء ناخذ بالآراء نتاعكم. ماذا بيا إنكم تزيدوا فيا ونزيد فيكم، في النهاية احنا هنا اخواتات، والله ماكم متابعين وانا صاحبة قناة، رانا اخواتات، رانا عائلة. لهذا السبب سميتها عائلة جاردينيا. جاردينيا هي زهرة من اجمل انواع الزهور، يعني ذات رائحة طيبة، والمعنى نتاعها معنى جد جد جبار، الوفاء، الصداقة، الحب. يعني المعنى نتاعها هو اللي خلاني او جذبني وخلاني نسمي القناة على الاسم هذا. وكذلك عائلتنا عائلة طيبة، نهضروا مع بعضنا بكلام طيب، انا رد عليكم باسلوب طيب، انتم تهضروا معايا بكلام طيب. والله في حياتي الشخصيه ممكن معظمكم ما يعرفنيش، لكن في حياتي الشخصيه والله قبل ما ننطق الكلمه غير نخدمها بزاف في راسي، هل راح نضر بها الانسان اللي راح نقولها له وما نضرش بها. كاين نوع من الناس يعني عندهم اسلوب نقدر نقول عليه خارج مجال التغطية، وتبان له راهي صراحة ويقول لك أنا إنسان صريح وأنا نهضر. الصراحة والوقاحة بيناتهم شعرة فقط، يعني كاين إنسان قادر يعتبر نفسه ويهدر بصراحة ولكن هو وقح قاعد يهدر بوقاحة. فمن فضلكم الإنسان وش راح يخلي من عمله أو وش راح يخلي من الأثر الطيب تاعه نهار يموت؟ راح يخلي عمله الصالح. هل جرح إنسان في حياته؟ هل ذا إنسان في حياته؟ الإنسان لازم يخمم بالطريقة هذه.
فمن فضلكم خلي أسلوب الكلام بيناتنا في التعليق يكون جميل وطيب. يعني التعليقات راح تكون عبارة عن دردشة بيني وبينكم، يعني هو حبل التواصل بيني وبينكم. هل عجبكم الفيديو، هل ما عجبكمش، راح ندي بآرائكم، راح نتواصل معاكم، راح تفيدوني ونفيدكم كما قلت لكم من قبل. نتمنى يكون بيناتنا كل ما هو طيب وكل ما هو جميل، وتكون هذه القناة عبارة عن قناة عائلية بحق. وفي النهاية نقولكم يا زهور الجاردينيا يا أجمل عائلة. نلقاكم في الفيديو القادم إن شاء الله، وانتم بصحة وعافية وعلى خير، ونقولكم في أمان الله وحفظه. انتهلوا في روحكم. سلام.